وساعدهم بعد كده يدعموا صفوفهم ويفوزوا بالدوري. ومع ان ده ما كانش احسن اختيار، بس كان حلم من احلامه اللعب في جنة كرة القدم زي قدوته. بدأ كافاني رحلته مع باليرمو بديل، نزل في الدقيقة 55 وفريقه متأخر بهدف، ومحتاجش اكتر من 15 دقيقة عشان يسجل التعادل، وقضى باقي الموسم ب6 مشاركات وتسجيل هدف تاني. لكن ده ما كانش كافي، لان الفريق بيمتلك مهاجمين كانوا اقوى منه وقتها، ولولا تدخل القدر ورحيل مهاجم منهم ما كناش هنشوف كافاني بيلعب الموسم اللي بعده، اللي بدأ بمستوى متوسط طول ال 37 مباراة اللي شارك فيهم، وسجل 5 أهداف بس. آخر الموسم ده 2006-2007 اتجوز كافاني من ماريا كابريس، وتقريبا ده كان دافع قوي انه يبدأ الموسم الجديد في فورمة أعلى، وسجل 15 هدف في ال 36 مشاركة. وهنا بدأت المكنة تطلع قماش، والأول مرة يطلق على كافاني الماتادور، قاتل الثيران. وقتها استدعاه منتخبه عشان يمثل الفريق الأول لأول مرة في حياته، وكانت مباراة ضد منتخب كولومبيا القوي، وانتهت بالتعادل 2-2، وكان ليه نصيب يسجل هدف منهم. رجع كافاني الموسم اللي بعده في فورمة أقوى، وشارك في 37 مباراة وسجل 15 هدف، وكان السبب الرئيسي في تقدم باليرمو في الدوري، وأهداهم بطاقة مشاركة أوروبية عشان في إبريل 2010 يوقع عقد جديد مع باليرمو لحد 2014. لكن المستوى اللي كان فيه كافاني كان علامة نور لنادي نابولي، اللي ظهر في الصورة وأغرى إدارة باليرمو بعقد إعارة مع حقية الشراء بمجموع 17 مليون يورو. وبينهي كافاني رحلته مع باليرمو ب 117 مشاركة و37 هدف و7 مساهمات. وفي فترة التوقف الدولي بيروح تاني للمنتخب، وبيلعب ماتش ضد المكسيك في دور مجموعات كأس العالم 2010. وفي الماتش ده صنع كافاني تحفة فنية لسواريز، اللي قبل الهدية فورا وسجل الهدف الوحيد.